السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. السير ثم بحول الله تبارك وتعالى أنظر أهم الأحداث التاريخية الواقعة في شهر رمضان. لا شك أنه يثمن التاريخ الإسلامي حافل بعدة من الوقائع والأحداث، ولكن نخص بالذكر يثمن أهم المواقع أو الأحداث إلى انطرت في شهر رمضان، باش كنعلم يثمن إن دل ذلك على شيء دل على أن الإسلام يقدر الأمور ويعطي الأمور حقها ويقدرها بقدرها. باش كنعلم ثيثنا أن شعار الصوم هو شعار القوة والجهاد والعمل، وليس شعار الضعف والجبن والكسل والفتور والخمول والنوم، وإنما رمضان الصوم لكن يتجعل لي مزورة الشعار من القوة. رفعوا به برمضان عزائمهم وقووا بهم هممهم. فليس الصيام يثمى أكل يتقارن كلا ويثمى أنه يعطل عن العمل، أنه يتضعف العباد في الخدمة أو يؤخر الأمة، بالعكس يثمى وهي من الخطأ. وإنما المسلم يثمى يتفاعل مع واقع الحياة ويتكيف مع الظروف مهما كان. فقد نبين بحول الله تبارك وتعالى غيثما بعض الأحداث التاريخية غير انطرقت في شهر رمضان، باش كان علم ثيثما أنه شهر رمضان كان مسرحا زمنيا لعديد من الأحداث نظرا لمكانته في نفوس المسلمين. فأول شيء أيثما أن شهر رمضان هو شهر أنزل فيه القرآن، الحدث الأول العظيم، الحدث المزوار العظيم اللي يبدل يغير البشرية أكل مثل لا أنه أنزل فيه القرآن. ذا الشهر يفضل سيدي ربي يكرم من عباديس، يوكن الدين زلزيس أواليس، وكن الدين زيس أواليس، فاختار نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكان ينزل عليه كلامه. فغل النبي صلى الله عليه وسلم يثمى أكل تعلم كان حبب إليه الخلاء. نسقى عائشة رضي الله عنها إلا يتحب الذي لكن نسقى بالخلاء تحب ذي لمانيس، فكان يذهب إلى غار حراء تحب الذي لذي ويتسلوسوا لنا الليالي تلو الأخرى يتساوي المكلة ذيس يتطارد خديجة رضي الله عنها جست مرست فك المكلة وذي عاود أذي يوين المكلة وذي قيم بنا، إلا أن جاءت تلك اللحظة الحاسمة أن جبريل عليه السلام في تلك الظلمات بالغرن ضمه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ضمه ضمة شديدة يتفكر له ربعيثيون وربع يعني حتى ما كينيش في شديد يعاود يسرحس، فقال له اقرأ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الخوف ما أنا بقارئ، فعاود جبريل عليه السلام ضمه ضمة شديدا ثم اسرحس فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، عاود وسلف كذلك اسرحس فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكانت أول آية أنزلت
من القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فكان شهر رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن. وأي آية أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام؟ آية اقرأ. باش كان علميتنا نحن أمة اقرأ. وأي أمة كان لها هذا الشعار اقرأ هي الأمة التي ترتقي عالية. وحقيقة ذا العلم تمسني إجسالين الأمم، وكيف لا ونحن أمة اقرأ. وأول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كان قوله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن فالحدث العظيم الأول الذي كان في التاريخ الإسلامي هو نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هذا الحدث إثم تاريخي لونغي السفن البشرية من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأوثان إلى عبادة الحي الذي لا يموت. فكان هذا إثم أعظم لحظة في أرشيف البشرية. الحدث الأول هو نزول الوحي. الحدث الثاني تشريع الأذان. أسمي لك فرض رب العالمين في النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة كانت في بداية الوهي بلا أذان، إلا نتنجمعا من غير الوقف. ولاش الأذان لا ندير تنجمعا أقبل الوقف. فاهتم النبي صلى الله عليه وسلم اسمك هوجر إلى المدينة النبوية اهتماما عظيما، أمشر يجعل الصلاة هي وقت وكان ينادى إليه. فمشور واحد الصحابة رضوان الله عليهم، فكانت بعض الآراء، فقال بعضهم: نرفع راية، أدرسالين الراية، ما لا تريد الراية اللي للدليل على أنه يكشم الوقف من أوقات الصلاة بالظهر نغض العصر، ومن بعد كل يوم غادي يوصل وايد أنه يكشم الوقف. فسيعجب النبي عليه الصلاة والسلام. واقترح بعضهم بوقا كما كان يفعل اليهود، وسيعجب النبي عليه الصلاة والسلام. واقترح بعضهم الناقوس والجرس لكن يخدم النصارى، وسيعجب النبي عليه الصلاة والسلام. حتى كان يوما ذات ليلة رأى في المنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه يزرق المنام كثرقيت أن رجلا دله على الأذان. يون ورقاز يسيسق المنام يسحفطس أمشار ذي الدل بهذه الكلمات المعروفة الآن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، إلى آخر الآية. أسويا يسدها إحكاية النبي عليه الصلاة والسلام، فعجبه يعجبس النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعني سيعجب النبي عليه الصلاة والسلام إنيس حفظ الأذان لبلال بن رباح رضي الله عنه، لأنه كان سجي الصوت يسعى الصوت العالي. فبدأ الأذان تطبيقه وتشريعه في رمضان، وكان ينادى بتلك الكلمات في كل صلاة إلى حين اليوم. أميد سورة ما زال هو الأذان الذي يرفع في كل مساجد العالم. فتشريع الأذان حدث عظيم، وهذا الحدث كان في رمضان. من بين كذلك الأحداث اللي ترد رمضان يتمام غزوة بدر الكبرى. وغزوة بدر الكبرى يتمام فترة 17 رمضان 624 للهجري، وهي أول حرب بين الكفر والإيمان، أول حرب بين الإسلام والكفار. رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من قلة، إلا أن الله عز وجل نصرهم على أعدائهم. فغل النبي عليه الصلاة والسلام من سواحد دوكاليس 317 و18 بضعة عشر رجل مقابل أزيد من 1000 رجل من الكفار. منطقيا
1000 هذه يغلب 300 وهي منطقيا. ولكن الله عز وجل نصرهم في هذه المعركة، وقال الله عز وجل فيه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أنتم ضعفاء، أنتم قلة، ومع ذلك ينصرفنا رب العالمين. إشي عصم رب العالمين الملائكات النغن المعركة اللي نصرهم الله عز وجل. وهذه المعركة تسمى بيوم الفرقان، اليوم الذي فرق الله به عز وجل بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر. فشوف هاي ثمان الحدثية أو قيل ترى غزوة بدر الكبرى افترض في رمضان 17 رمضان. الحدث هي تنيثنا إذ ترى في شهر رمضان فتح مكة المكرمة، فكانت 21 رمضان الثامن للهجري الموافق ل 630 ميلادي. فسجل التاريخ حدثا إسلاميا عظيما وهو فتح مكة. وكان فتح مكة غيثما بعد أن نقض العهد كفار قريش صلح الحديبية. وكنت على غيثما أنه المسلمين اسمي غير ولي مكة المكرمة إلى المدينة النبوية أخرجوا ظلما وقهرا سوى ظلما، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. شوف غنتن كفار قريش خمن سنة الجاني الدريان سنة الجاني مولا سنة الجاني دري من سنة تجارة سنة الخلاف سنة الجاني كلش في سبيل هذا الدين. ولكن لحق الوقت أن دمر ذي قد يقول لك المورفيس: وما أخذ بالقوة لا يسترجع إلا بالقوة. في صلح الحديبية اسمي غير الله كفار قريش للنبي عليه الصلاة والسلام تعاهدوا، وفيه بعض البنود بعض النقاط، أنه تصير الحرب من بينهم 10 سنين ولاش الحرب. فنقض كفار قريش العهد، قتلوا بعض رجال من قبيلة وش فيعرف الناس بني مخزوم هكذا وش فيعرف الناس من أحد القبائل، فنقضوا العهد. فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا متجها إلى مكة حوالي 10,000 رجل. 10,000 رجل يكشم النبي عليه الصلاة والسلام وزاد من المدينة النبوية إلى مكة المكرمة. وكان هذا الفتح يثمى بدون قتال سلما، إلا بعض الأطراف شرن الرجال من كفار قريش اسمي قاعد خالد بن الوليد من أحد البوابات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ناس وش كشمالة جيوث انتبورت تعال ما يثمى مكة زيت ماشي جيوث انتبورت تكشمل صاخر لا انتبورها، ما توصي تلقى الجنوب تكشمط، ما توصي تلقى الشرق تكشمط، ما توصي تلقى الشمال تكشمط، ما توصي تلقى الغرب تكشمط. الناس يكشمت في بورا مرة أحد الأبواب أحد كفار قريش يعني النغل واحد خالد بن الوليد يعني قتال كنسطار من الدروس يغلب خالد بن الوليد فر من فر وقتل من قتل، وإلا معظمهم دخل النبي عليه الصلاة والسلام سلما. وكان قال ذلك يوما: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد أعطى لهم الأمان. في ذلك اليوم يثمى استسلم كثير من كفار قريش، وكان بعضهم أسيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام فعفى عنهم يعفى يسر. الشاهد مثل يثمى في رمضان كان فتح مكة المكرمة، وكان حدثا تاريخيا للإسلام حيث قووا الإسلام وقووا جيشه. من بين الأحداث كذلك يثمى باش كان عندما يثمى أنه الأحداث هي إتران رمضان أكنيد النيغ في مقدمة الدرس
تبين أن شعار الصوم هو شعار للقوة وشعار للجهاد وشعار للعمل. الشهر عند الصوم يتقوي العزيمة العبد، ماشي الشهر من لي فاكونس من العطلة، شهر من الخمول والكسل والجبن، وإنما هو شعار للقوة. معظم الأحداث التاريخية طرات رمضان أكني صرا وما زال ننظر بعد قليل كذلك. من بين الأحداث كذلك الإثم التاريخية التي ترى شهر رمضان فتح الأندلس. فتح الأندلس إعلان في سنة 28 رمضان سنة 92 للهجري الموافق 711 ميلادي، حيث مكث فيها المسلمون 8 قرون، وكان ذلك بقيادة الأمازيغي طارق بن زياد. سلمت مرة غايثما طارق بن زياد أكمل لنا يثما الجدود من القبائل لا نتعتز الدين ولا نسعوزن الدين، ويكي مثل الجدود النغر نفتخر زيسن. طارق بن زياد إلا في القائد حتى في عربهم باش كان نعلم ثيثنا أنه القيادة ماشي معناتها وإذا عرب القيادة غير وين تستهدن غسلوا كنا ديالي أعجمي غسلوا كنا ديالي ماشي العرب أغور نسوس عمر المشكلة ذا عرب ذا قبيلي ذا رومي المهم دي مسلم وين تستهدن القيادة فله ذلك. فكان بقيادة طارق ابن زياد بعدما هزم في هذه المعركة رذريق قائد يثني الموقعة قرنس موقعة تعرف بموقعة البحيرة، بعدما استولى على مضيق جبل طارق. مضيق جبل طارق يتورغي لن يتوسمى سيسم طارق بن زياد. الأذان نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اسميك الحقيقة ما استولى على جبل مضيق جبل طارق. شو يخدم يثما طارق بن زياد يسرغ البوابر نيمور شي دوسان البوابر نيس شي دوسان علينا يسرغ في المرة يواشو باش كوري تخمي مراي ولا ديروي. فقال مقولته المشهورة: البحر من ورائكم والعدو من أمامكم. نسدر ذي نسعى مهمة وحيدة وهو فتح الأندلس. ولا اشتغل غير ذفير ولا اشتري ولا ذفير ونتقل غير ذفير البوابر نيش واش يدوسان يصير غير في المرة غاسوي كان هذه يخمميون هذه يرول يسافر واش يرى يرول هذه في البحر ذفيرس أعذا وزاتيس واش راه يخدم. فخاطبهم طارق بن زياد وألقى عليهم خطبة بليغة حرضهم فيها على الجهاد والقتال وعزة الإسلام والمسلمين، فاعتزوا بذلك اعتزازا عظيما. وكان الفتح على يديه، فتح الأندلس وفتح إشبيليا وبعض البلدان التي واسمت لإسبان وحيل البرتغال كانت تحت سيطرة المسلمين 8 قرون 8 قرون يثما 8 قرون تحت سيطرة المسلمين.
أسمعني جمع الجهاد في سبيل الله إضعف الإسلام. كانت حروب صليبية الرندين مدران انهزم المسلمون، ولكن التاريخ للإسلام يثمى مازال يقيم تثمر في النيم إلى يومنا هذا. من بعد كذلك يثمى الأحداث العظيمة التي وقعت في رمضان، معركة عمورية أو ما يسمى بفتح عمورية. فتح عمورية افترض يثمى في رمضان سنة 223 للهجري الموافق 838 ميلادي. معركة أو فتح عمورية ثلت بين الخلافة العباسية والإمبراطورية البيزنطية، وكان قائدها آنذاك المعتصم بالله. شوف يثمى سبحان الله، اسميس المعتصم بالله قائد جيش المسلمين. شوف يثمى نفكس عز الإسلام، وبأي طريقة أعز الله به الإسلام وبأي سبب. لو كان لكم ديني غيثنا هذا شو السبب غيثار هذه المعركة هي سينيم سبحان الله. أرجع زمية نحو جد الوقتنا، والله نحو جد أرجع زمية نحو جد الوقتنا. ذا شو من السبب يا سيد ما يقارد ابن الأثير في كتابه الكامل الجزء 6 صفحة 40: ولما خرج ملك الروم وفعل في بلاد الإسلام ما فعل، بلغ الخبر المعتصم، فلما بلغه ذلك استعظمه وكبر لديه، وبلغه أن امرأة هاشمية صاحت وهي أسيرة في أيدي الروم ومعتصماه، فأجابها وهو جالس على سريره: لبيك لبيك، ونهض من ساعته وصاح في قصره: النفير النفير. السباغ تمطوف كانت أسيرة لدى الروم، أهانوها، صمتوث تمسلمت تعرف، أهانوها أذلوها، تكرد فعيط: يا معتصماه. يعني استنجدت بالمعتصم بالله، وكنا تتعاون وكنا تتحامي تنصر الإسلام للدين ومعتصماه. الحقص الخبر يفقع الغير هذا شو يتخدم، صمتوثها غرنا تمسلم تهانة كان على الدرجية، فصاح في قصره: النفير النفير، اجمع ذا الجيش. فانطلق إليه ويغيوق في رمضان 223 للهجري. أشحال يوثن تمطوث يثمان ذا الخلف يغدي سلعيد في فلسطين. أندى لكم أي مسلمان، نحن نباد أقلق جنا غشر غنغ تنوغنا ومازال تنوغنا. أشحال ديوثي دي سلاعي، كم من حكام مسلمين يونزل سنيدزو إيقوما غادي يستجب ديني أقلق ضي لبيك لبيك. ثوال ما يثنى الظلم ذا الرخص مرض يضعف الإيمان يقول: أشحال من حوايج يرقز لم يجي، ونحن في شهر رمضان ومازال زمرات نخدم وما ثرا ويثمى في النغي مسلمين ونقيم نتفرج كان. بل حتى أن هذه الأحداث الدموية تقلاغر عادي لين خلاص عادي سمتات من العباد تنقلن عادي. ويمكن نجمع الدريه نغذ الخلاف النوع موائد رمضان، أكلات رمضان، مشروبات رمضان، واش من سبحان الله. الدرجة ما يثمى نشوف واش يرقز لم شيء. من بين الأحداث كذلك يثمى غادي ترى في شهر رمضان. قبل هذا ما يثمى نسعى جمع التبرعات الجمعة الدينية مسجد الفردوس سيدي حميد. الجمعة ما يتمثل في مرة مسجد الفردوس سيدي حميد يسعى أكثر من 30 سنة ما يثمى يقوم في حرف بسبب العراقيل. وكان يثمى الجمعة تزيد سواربا اسمي تشفيق قسمي اللي غضا مزيان يثمى القلوينس شفيق في اللاس اسمي في دخل منه والله غير شفيق في اللاس يثمى القلوينس إلى يومنا هذا عراقيل. سبب وشو؟ سبب بناء بيوت الله عز وجل. لكن غسمرات عنا مي خام ربي نسفت عراقيل
ثورة غيثما الجمعية طلب لكم الإعانة، عاون مثل قدر الاستطاعة، وأجركم على الله عز وجل. أنكمل ثيثنا على عجالة. من بين الأحداث والوقائع التاريخية التي سطرها التاريخ التي حدثت في رمضان معركة حطين. معركة حطين يثما سميت باسم قرية في فلسطين اسمها حطين، ووقعت في 26 رمضان سنة 583 للهجري الموافق ل 1187 ميلادي. وكانت حرب بين الصليبيين وجيوش المسلمين بقيادة من؟ بقيادة الرجل الصالح السلطان الذي أعز الله به الإسلام والمسلمين، صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي أشحال نسو حوايج ما يرقصنا 100 أيام عن صلاح الدين الأيوبي إلى السبيلس فتح وحرر البيت المقدس سنة 1187 ميلادي. صلاح الدين الأيوبي هي ديون الجيش عرمرم، وانطلق إليهم حرب صليبية لم يشهد التاريخ مثلها حتى الأوروبيين أكملنا فرنسا وغيرهم، حتى الأوروبيين اندهشوا من هذه الهزيمة، لأنه هي نسد مع أنه عن العتاد والسلاح وهي نسد كني يديو الحال، إلا أنهم هزموا وفتح الله عز وجل على يد صلاح الدين الأيوبي بيت المقدس. من بين المعارك كذلك التي حدثت في رمضان عين جالوت، معركة عين جالوت. معركة عين جالوت حدثت صبيحة يوم الجمعة 15 رمضان. شوف رمضان للجهاد، رمضان للقوة. اسقى نرى رمضان نستعفون، لا، رمضان رغم أنه الصيام إلا أنه يقوي عزائمهم ونفوسهم وضمائرهم. 15 رمضان سنة 658 للهجرة الموافق 1260 ميلادي. دا شو دي تران في عين جالوت؟ بلد سلمة يتما تسلم حرب التتار، سلمة سيتمنى خاطر حرب التتار للمغول، ويكني يتمشابه لكن لي جابوني ما يسمى بالمغوليين، شاع تمشابه لي مونغول. سلمت ما يتما زدمند في مسلمان، قتلوا كثير من العلماء، غن كثرة العلماء. وقل وقت اللي يحضر الشيخ الإسلام ابن تيمية في رحمة ربي يحضر المعركة، حتى أفتى لهم بالوقت اللي أفتى لهم بالإفطار. إفتيسن يوكن الفطر باش كذقوي لما ننسل يوكن الحرب أعدوية. تي حرب التتارية إلى الفطر ديال مسلمان وحي المغول بقيادة السلطان قطز أحد المماليك مصر. وما أدراك مصر زيد ماشي ثورة الريح في الشباش إلا من رحم الله. مصر زيك الصح، مصر يتما سعى زيك القوة، سعى العزة للإسلام، فلا إلا من رحم الله. صاح بأعلى صوته إغطيث إنسلمان توافل، الإسلام يتوهان، العلماء تمتثل، فصاح بأعلى صوته وإسلاماه فجهز جيشا عظيما، وانتصر الله وانتصر المسلمون بفضل الله عز وجل في هذه المعركة والتي تسمى بعين جالوت إلى فترة 15 رمضان 658 للهجري. ثم بعد ذلك جاء ما يسمى بفتح أنطاكيا، الذي قال بعض العلماء هي مدينة أنقرة إلى تبع تركيا. فتح أنطاكيا 4 رمضان 666 للهجري الموافق 1268 ميلادي بقيادة الظاهر بيبرس، حيث استرجع مدينة أنطاكيا إلا نيثما احتلها الصليبيون أكثر من 170 هجري.
سنة عفوا، أكثر 170 سنة احتلها الصليبيون. فكان بقيادة الظهير بيبرس إيلان يسعوزي رب العالمين فتح بأنطاكيا أي وقت 4 رمضان 66 للهجري. أهم الحروب أهم الأحداث إيلان ترمضت في رمضان، والتاريخيين ويدثني السين ويدثني عليل ما يسمى بحرب أكتوبر. إيلان افترض حرب أكتوبر 10 رمضان 1393 هجري الموافق ل 1973 ميلادي. حرب أكتوبر هي جمعت سوى إسرائيل الحياة تنسب. إيلان افترض حرب بين مصر وسوريا، وشارك فيها حتى الجيش الجزائري في رئاسة الراحل هواري بومدياب الله يرحمه ربي. يوث الحرب يثما في كنس طريحة من إسرائيل، وفتحوا معبر ما يسمى بقناة السويس. قال وقت النيل قناة السويس كانت من أحصن الحصون المائية. قال وقت النيل فتحوها يعني استغربوا، وانتصر المسلمون قال وقت النيل على إسرائيل. ميمني قال الوقت اللي يحكم مصر باش نغيلان اعتزز الاسلام. حرب اكتوبر اخيرا يثما طويل طرف الراوي حدث تاريخي اقترب في شهر رمضان سنة اي وقت؟ سنتنا الوقتية 2024 ميلادي 1445 هجري. الحدث تاريخيا يترد رمضان يترد عقولنا غير قلاوي ليلنا من الجيث، حيث تم فتح مسجد عبد الرحمن بن خلدون القصبة أغرنا ذي الجيث. الله أكبر. الجمع يوم يثمان يسعى الاستوار مقرأ إلى قن علمت إلى قن السنة كنيسة الدريال الجيث أنه ثمورث النار ثمورث انتموسنية تمورث العلم والعلماء تمورث لان العلماء زيس رجلين دا غور النار لان قران دايما غور النار لان نيزورو فيا غيثما تسندر دا قران ذي اللي وين عندي يقرا غورنا الرياضيات ماتيماتيك ذي يقرا الرياضيات الخوارزمي واسمه لنا الاسقراضيه. ابن خلدون ذاك المسجديه مسجد عبد الرحمن بن خلدون الا نسوس ما في سميت كان اماما خطيبا بالمسجديه إلا غيسقرا يزيس الرياضيات. وابن خلدون كان يتعلم يفما من أشهر علماء للتاريخ ذا العالم بالرياضيات بالجغرافيا بالفلك علم الاجتماع من بين علماء الاجتماع. إلا غيسقرا دايما يفما ذا المسجدين يفما يتوابنا أكثر من 10 قرون. القصبين يفما 9 تاريخ ذا القرن 9 تاريخ ذا القرن عدان العلماء ذا سقرا دايما اسقرا الشيخ الوغليسي الله يرحم ذا يرحم ربي اسقرا الشيخ عبد الحق الاشبيلي ذا خلا العلماء غيثما كان ذا سقرا ذا يتواب العيوق بالوقت الاستعمار الفرنسي بالعنف الى يومنا هذا والحمد لله فلله. والله غيثما في غادي غيول مسلاي تستهلل إرجاز ليم إلى السباغي وكن الدينثيد على رأسهم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف وعلى رأسهم والي ولاية بجاية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إرجاز لله الدال في الناس يوكل حرام فيك لأنه يثمى زيك إلا يتبع الأوقاف ولان وأبشركم يثمى ذنك ثمديت لو إلى البجاية بلا شريمو كانوا السيمرة ولكن إن شاء الله مستقبلا سنسلم بعض شريمو كان داك البجاية مازال تابع من الأوقاف للشؤون الدينية زيك للعلماء ولا سقرايا زيسن ثرى سوات مصر بإذن الله عز وجل العودة سوا حرم أذكر لك من ننزل. إذا يثنى أطول عرف اللوان الأحداث التاريخية التي وقعت في رمضان
النتيجة من الخلاصة تلقاو شو غادي تبين مرة كان شتا تبين أنه رمضان شهر من القوة، شهر من الجهاد، ما إلا غير ويدا نجاهد، شهر من الخدمة، ماشي شهر من الضعف، من الكسل، من الجبن، من الخوف، من الخمول، من النوم. أكني غير تخدم من شراوي في النوم ما ردي لحق الشك رمضان يتساوي لي فاكونس، تساوي الكونجي. الشك رمضان يتساوي الكونجي، لا أبدا، وهي ماشي المفهوم. إذا يثمر طول الغرف الأول. أكتفي بهذا القدر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينه ردا جميلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.